صدمة وجنون الإعلام الجزائري بعد الهجوم على مدرب المنتخب الجزائري لفتيان بسبب خسارة المنتخب الجزائري. وعلي بن شيخ جن جنونه، شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب المغربي وسعيد بالتأهل للنصف النهائي، اضغط لايك لهذا الفيديو ولا تنسى تعطير فمك بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم. بعد فوز المنتخب المغربي للناشئين على المنتخب الجزائري بثلاثية نظيفة والتأهل إلى كأس العالم ومواجهة منتخب مالي في النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، فقد أقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم مدرب المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة رزق زمان إلى جانب طاقمه المساعد. وقد جن جنون الجماهير الجزائرية وقد شنت هجوما على المدرب المنتخب الجزائري لفتيان وانهالوا عليه بالسب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن غضبهم بسبب خسارة منتخبهم أمام منتخب المغرب. فيما صرح أسطورة كرة القدم الجزائرية علي بن شيخ وأدلى بتصريحات لقناة الهداف الجزائرية وقال: هذا عار يا جمهور بلادي أن تقوموا بالهجوم على مدرب المنتخب الجزائري بهذا الشكل، فأين هي الروح الرياضية؟ فيجب علينا تقبل الخسارة كما علينا الفرح للفوز. عليكم يا جزائريين التعلم من المغرب وجمهور المغرب، فجمهور المغرب أصبح جمهورا مثقفا وراقيا يجب التعلم منه. وفي النهاية عزيزي المشاهد، ما هو توقعك لمباراة المنتخب المغربي ومالي؟